السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ مبسوط جدا بالفيدباك على الفيديو الاولاني. فان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل انفوجراف تاني جديد، الا وهو عن القهوه السعوديه. في ان شاء الله في الفيديو ده هنحاول نشوف ازاي ممكن يبقى عندنا ملفات تعريفيه، او ملف هويه، او ايا كان الملف، ازاي ممكن نستفيد او ناخد الحاجات اللي ممكن تهمنا في الملف ده. طيب، فانا اول حاجه عملتها ان انا عملت سيرش، فجبت الملف ده دليل التعريفي. بدات ان انا ابص على الالستريشنز الموجوده في الفايل، العناصر، الالوان المستخدمه، وبدات ان انا انزل جوه الفايل، واشوف طريقه عرض الصور، مثلا توظيف الورق الشجر، آه، حتى شكل الفونت المستخدم، توظيف ورق الشجر هنا تانية بطريقة مختلفة. بدأت أبص وأفهم أكتر عن المحتوى نفسه بشكل عام، هيكون شكله عامل إزاي، أو أنا ممكن أستلهم من هنا إيه، أو أتفرج من هنا على إيه بالظبط. فأول حاجة أنا عملتها إن أنا أما عملت سيرش، أو أما بصيت على الملف ده، فأنا شفت الإيد اللي موجودة في الصفحة دي. فلما شفتها حسيت ان هي ممكن تبقى حاجه كويسه، ان انا ممكن ابني الفيجوال بتاعي في نفس الوقت برضو. انا دايما بشوف ستايلات بتبقى دمج بين ال 2 دي والالستريشن، او دمج بين الصور الحقيقيه وشغل الالستريشن. فدخلت صوره لفري باك، وبدات ان انا قلت له ان انا دي سكرين شوت اللي انا دخلتها له، وقلت له ان انا عايز الصوره تبقى حقيقيه، وطلع لي الصوره دي. فان شاء الله هنشتغل مع بعض النهارده، ونشوف ازاي ممكن نبني فيجوال او كده. طيب، قبل زي ما احنا اتفقنا دايما برضو، قبل ما بنفكر في الفيجوال، فانا بفكر في السكتش بتاعي هيكون شكله عامل ازاي. فاول حاجه خلينا نعمل سكتش صغير، ونشوف ممكن نوظف الموضوع ده كله ازاي، او شكله عامل ازاي. فالمحتوى باظ. انا هاخد سكرين شوت بس من هنا، انا بحاول اشوف ممكن السكتش بتاعي يبقى عامل ازاي. هنكبر. فانا عندي هنا بالمناسبة المحتوى ده كان محتوى احد المتدربين في الكورس. آه، فانا عندي هنا بيقولك القهوة السعودية رمز الكرم وعراقة الضيافة. فانا ممكن، انا ده كله انا بتخيل معاكم شكل الديزاين ممكن يبقى عامل ازاي. فانا هنا مثلا اول حاجة يبقى ممكن عندي هنا العنوان، وبعد كده تحت عندي العنوان الفرعي اللي هو بيقول القهوة بين الأجيال، من المجلس إلى المقهى. وبعد كده عندي 3 أرقام، فالتلات أرقام ممكن إن أنا أحطهم جنب بعض. ففي ناس كتير لما بتيجي مثلا تحط أرقام جنب بعض، فبتعمل حاجة إن هي بتاخد الشيب دي كده، وبعد كده بتبدأ إن هي تكررها 3 مرات. ده مش بيكون صح شوية، لأن أنت هتقعد بقى تضطر تظبط المقاسات وكده. لكن ببساطة أنت ممكن تروح على أوبجكت وباس. أكد بس إن التسجيل تمام. هتروح على أوبجكت باس وسبليت انتو جريد. هتلاقي هنا طلعت لك قائمة بسيطة، إن شاء الله ممكن نبقى نشرحها قدام، أو نتكلم أكتر عن اللاي أوت قدام. هتدوس على بريفيو، وبعد كده بيبقى عندك خيارين، رو والكولمز. لما بتضيف رو بيضيف لك صف. انا هنا مش محتاج صفوف، انا محتاج عمود، فالكولم بيضيف لك عمود. فبتلاقيها بالشكل ده. عندي هنا اوبشن مهم قوي اسمه الجتر. الجتر ببساطه هو المسافات بين الكولمز اللي انت هتعملها دي. فكل ما ازود هتلاقي ان المسافه بتزيد، كل ما ازود كل المسافه بتزيد. فلو جيت هنا مثلا قلت 40، هتلاقي هنا المسافه قلت. فانا مثلا هخليها يكن 5، لا 5 قليل، ممكن اخليها 14. يبقى ده كده اصبح عندي، هيكون ده الجزء بتاع العنوان، والجزء التاني بتاع اللي هو الارقام، الرقم وشرح كل حاجه. طيب، بعد كده بيقول لي البعد الاقتصادي، طفره اقتصاديه. فانا هنا معايا تو اوبشن، مثلا ان انا ممكن احط البعد الاقتصادي كفقره منفصله لوحدها، وتحتيها على طول ابدا اكرر نفس الشكل ده كده تحت، واقول فوائد صحيه للقهوه، وتحمي من السرطان، تقاوم امراض الكبد، وهكذا. وتحت خالص ابدا ان انا اقفل بباراجراف اللي هو الاخير، اللي هو الخاتمه بمعنى صح. فده ممكن يبقى الشكل بتاعي. خلينا نغير الالوان عشان خاطر تبقى ايه، كل حاجه واضحه. طبعا انا بختار بس اي الوان، بس احنا هنشوف دلوقتي الالوان ممكن هنختارها ازاي، او ازاي هنطلعها من الملف. وفي الاخر خالص يبقى عندي تحت مثلا الايه، الصوره. حتى ممكن اكتبها عشان صوره.
تبقى موجودة تحت عندي بالشكل ده. فده كده عندي انا ببدأ قبل ما بشتغل على اي حاجة، انا ببدأ ان انا احاول سكتش او اشوف انا ممكن اعمل ايه. طيب، ممكن ناخد ده ونعمل اوبشن تاني. انا برضو ممكن اكون شايف ان الدنيا هنا تمام في الجزء اللي فوق ده اللي هو بتاع القهوة السعودية والقهوة بين الاجيال، والارقام برضو شايف ان هي تمام، بس ممكن اخد الجزء ده كله على بعضه اللي هو بتاعة البعد الاقتصادي وكمان فوائد صحية للقهوة، وابدأ ان انا اقسمه على اتنين. يعني ايه هقسمه على اتنين؟ يعني هاجي هنا بنفس الطريقة دي object pass split into grid وبريفيو وكولم وجتر، ازود جتر. يبقى اصبح عندي كده عندي هنا فقرتين، الفقرتين دول واحدة فيها الفوائد الصحية للقهوة، والتانية فيها الفوائد الصحية للقهوة، والتانية فيها البعد الاقتصادي. وبعد كده البراجراف الأخير بتاعي، وتحت خالص الصورة، أو ممكن أعكس إن تحت يبقى البراجراف والصورة تبقى موجودة هنا. آم، خلينا نجرب. أنا من نوعية الناس اللي بتحب تجرب بصراحة، فخلينا نجرب ونشوف ممكن يطلع معانا ايه. طيب، هنروح بقى اول حاجه نعملها ان احنا هنروح على الملف البي دي اف اللي احنا جبناه. طبعا انا هسيب لكم كل الحاجات دي في الديسكريبشن، تقدروا ان انتوا تحملوها. تمام، ده كده عندي الفايل او الالوان اللي انا هلعب فيها. اول حاجه او اول خطوه انا هاخدها ان انا هطلع الالوان بتاعتي، بحيث خاطر ابقى عارف ان انا الوان الانفوجراف بتاعي هتبقى رايحه لفين. فدي عندي لون، وادي اللون الكحلي، اللونين دول مع بعض اصلا بيعملوا ميكس كويس جدا. وبعد كده عندي اللون الاورنج، وعندي اللون البني، ممكن يبقى كويس او معبر عن القهوة. انا شايف طبعا في illustrations هنا فيها احمر وكده، لو احتجت الاحمر ممكن ابقى ارجع له تاني، بس انا بالنسبة لي كخطوة اولية ان دي الالوان اللي انا هشتغل بيها. طيب كده انا طلعت ايه؟ كده انا طلعت الالوان. الخطوة التانية ان انا شايف الالستريشنز اللي هنا كويسة، فممكن ان انا استخدمها. فاول حاجة هاخدها اني انا هروح هنا، هاجي واعمل انجروب، وبعد كده ريليس كليبنج ماسك، ريليس تاني. هفضل افك في البي دي اف، انا بحاول اشوف ايه اللي انا ممكن استفاده من الملف ده او من الحاجات. وبعد كده هاجي هنا حاجات ما ينفعش تتشاف دي. طيب، هاجي هنا هفتح مقاس الانفوجراف اللي انا فتحته، وبعد كده هبدأ ان انا طلعت الصورة دي وطلعت الصورة دي. لو هتسألني وتقولي انت هتستخدم اني، هقول لك انا هستخدم دي. طب ليه ممكن انا استخدم دي وما استخدمش دي؟ مع ان هنا ممكن الوضع لايدي يبقى كبوزيشن الايد كويس. ببساطة لان انا عندي هنا في مشاكل في الفنجان في الشكل ده. في نفس الوقت التكتشرز بتاعتي ضايعة، فانا مهم ان انا يكون الصوره بتاعتي حقيقيه. طيب عندي هنا لا، الفنجان شكله حقيقي جدا، القهوه شكلها كويس، التكتشرز بتاعت الايد كويسه. فدي بالنسبه لي هتبقى بدايه كويسه او صوره كويسه. فانا هاخد الصوره عندي بعد كده على طول. دايما انا اسرع حاجه انت ممكن تعملها ان انت ما تيجي تقص بالكلاود. ما تقصش الناس، احسن طبعا ان انت تستخدم بين تول، بس انت ممكن تقص بالكلاود. فهندوس كده كلاود، هيلود بس شويه. الفكره ان هو يعني شبه بيقصها بالاي اي نوعا ما. وبعد كده هياخد الصوره. انا الصوره عندي بس هراجع عليها، انا شايف ان هو قاصص كويس، مش محتاج ان انا ابص على حاجه. في هنا شويه حاجات بس برضو عشان وقت الفيديو ايه، احنا هدفنا ان احنا نشتغل مع بعض في اللاي اوت، وان احنا نشوف اللاي اوت اكتر. عندي برضو جزء تاني هنا زياده، اللي هو الجزء ده انا مش هحتاجه. فانا هاجي هنا كده، جينا نقص بالبوليجون. اجي هنا كده و select الجزء ده مع بعضه، وهننسى. طبعا عارف ان وضع الايد مش احسن حاجه، بس انا كده كده بالنسبه لي انا الايد دي هنزلها ممكن تبقى بالشكل ده. بس انا عايز اجهز الايد نفسها، او العناصر اللي هتكون حوالين الايد. زي ما اتفقنا، او زي ما قلت لكم، ان انا عايز ادمج بين ال 2 دي والصور الحقيقيه. طيب، انا اول حاجه انا هاخد الورق ده، ابدا ان انا اسلكت الورق.
طيب رجعنا تاني. انا فكيت الجزء ده، فكيت الراجل ده، وكمان المعلقة دي حاسس ان انا ممكن استخدمها. فطبعا انا جبت المعلقة منين؟ المعلقة من هنا اهيت، والراجل اهو، وناقص الحاجة الأخيرة معانا هي الجزء بتاع الورق ده، جبته من هنا. طيب خلينا ناخدهم حاجة حاجة ونبدأ. أنا عندي دي الإيد بتاعتي، فأنا هاخد الورقة دي كده، ممكن نكبر سنة، وهضيفها بالشكل ده، وهحطها ورا. في نفس الوقت برضو أنا عاجبني إن جزء الورقة دي يبقى فوق الفنجان، مش فوق الصباع، بس يبقى فوق الفنجان، تخلق نوع من أنواع العمق. وكمان مش بس كده، احنا ممكن نعمل حركة لطيفة، ألا وهي إن احنا نعمل تداخل بين الاتنين، وهندوس كوبي، نطلع فوق، ماسك، كنترول اي، بحيث ان انا اعكس الماسك، وهبدأ ان انا اخلي البراش بتاعتي ما تبقاش سوفت، وهظهر الورقة من هنا بالشكل ده. ممكن اعمل لقطة كمان لطيفة، ان انا هاجي على الايد، انا مش محتاج العب في حاجة تاني في الماسك، فانا هقفل ده بحيث ايه ما يبقاش بالنسبة لي متعب، وهقص الصباع ده، وهاجي هنا هروح عامل كده، بحيث ان انا ابين ان الصباع فوق الايد. بعد كده هاجي على الورقة، كليبنج ماسك، هسلكت اللون الاخضر ومالتبلاي، وخلي البراش بتاعتي سوفت، وهاجي كده ايه اروح بس مديها حاجة بسيطة جدا على قد ما اقدر، وكمان هقلل الفيل بتاعها، بحيث يبان كأن ايه في شادو في الموضوع. فانا كده بالنسبة لي طبعا الجزء اللي تحت من الشجرة من اليمة دي مش هحتاجه، فانا هطيره. طيب كتوازن الايد برضو عندي مشكلة، ان انا هنا الفيجوال تمام بس الجزء ده بايظ. طيب فانا ممكن حاجة من الاتنين، يا اما ان انا اكرر الورقة تاني، يا اما ان انا ممكن استخدم الجزء ده. فانا هاخد الجزء ده ونجربه ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. فممكن ناخده كده. طيب هيكون عندي مشكلة هنا في قطعة الايد، وانا بصراحة مش عايز اكملها، فانا ممكن بقى ابدأ اشوف ان انا آه يبقى مثلا بالمنظر ده، ممكن يبقى كده. اعتقد ان ده تكوين كويس ممكن ان احنا نشتغل بيه. بس خليني اخدها كوبي، لاني انا وانا بفك الفايل مع بعض احنا بنفكه هنا، انا عجبني قوي شكل الشيب ده، فحاسس ان انا ممكن استخدمه. مش عارف في ايه، بس هنشوف مع بعض. بس خليني الاول ابدا بقى اخد الكلام ده كله آه على الستريتور ونشوف. فانا طبعا عملت سيلكت للون، اجي هنا سوليد كولر، انا اخترت طبعا نفس درجة اللون اللي موجودة هناك، وهدوس كنترول اس، وهكتب قهوة. طيب انا بحط البيس دي ليه؟ بحط البيس دي عشان خاطر نفس ما قلنا في الفيديو اللي فات، ان انا وقت محتاج اعدل فانا اقدر اعدل او ارجع بسهولة. طيب خلينا بقى نمسح، او خلينا ممكن نحتاجه نشوف structure نمشي عليه. بس خلينا ايه، والمحتوى انا مش محتاجه دلوقتي، انا كده كده معانا ملف الوورد هنفتحه. بس خلينا نعمل embedded للبيس دي ونشوف التكوين بتاعنا ممكن يبقى عامل ازاي. طيب انا اعتقد ان ده ممكن يبقى انسب تكوين لينا. فلو جيت خدت التكوين ده كده، كنترول سي، وجيت هنا حطيته، فممكن يجي بقى مع شوية تحسينات في اللاي اوت ونظبط الدنيا دي، فممكن يجي. فده اوبشن معانا. الاوبشن التاني اللي انا بصراحة عايز اوظف فيه الشيب اللي احنا شفناها مع بعض في الملف، اللي هو ده. طيب فانا هاخد الشيب دي واحطها. طيب احنا ممكن نعمل حاجة لذيذة. انا عندي العنوان بيقول لي، او النص بيقول لي ايه؟ بيقول لي القهوة السعودية رمز الكرامة وعراقة الضيوف، وبعد كده القهوة بين الأجيال. طيب فأنا ممكن
يعني شايف ان رمز الكرامة او القهوة السعودية وعراقة الضيوف في نفس الوقت. احنا عندنا الصورة هنا فيها هو فنجان سعودي في الاساس، ايد الشخص عناصر. فحاسس ان احنا ممكن اصلا نقسم التصميم تلتين او تلات اتلات، معلش. يعني ايه تلات اتلات؟ ان يبقى تلت فوق وتلتين تحت فيهم باقي المحتوى بالعنوان. واعتقد ان الشيب دي ممكن تفيدنا في حاجة زي كده، ممكن تفيدنا فعلا في حاجة زي كده. طيب، انا مش هرجع تاني الصراحة على الفوتوشوب لان انا كده كده الباك جراوند بتاعتي سوليد. فانا هشتغل من هنا وهسلكت الايه، الباك جراوند. طيب، ممكن اروتيت دي سيكا. تمام. طيب، هرجع على الفوتوشوب لاني انا محتاج ان ارفع الايد دي فوق شويه، اساس الشكل هيبقى احسن. اوكي، تمام. خلينا نعمل الباك جراوند بحيث تبقى الدنيا واضحه معانا على طول. ممكن تشده كده، او الاحسن يعني، او الطريقه الامثل بحيث تتاكد ان كل حاجه مظبوطه عشان ما يطلعش معاك لاين ابيض في الاطراف. ان انت 1080 في 1920 بتكتب الانفوجراف، المقاس نفسه بتاع الارت بورد. وهاجي هنا انا محتاج اقفل الباك جراوند. طيب، عندنا طبعا مشكلة في الجزء ده، فانا هاخد ده كده بالشكل ده لحد تحت. ممكن اخده تحت شوية بحيث تبقى العين متنفسة يعني، او يبقى فيه راحة جوه التصميم. طيب، انا حاسس ان هو ممكن يبقى كويس ويطلع شكله لذيذ. بس عندنا هنا الجزء ده محتاجين ان احنا نكمله، مش هينفع ان احنا منكملوش. فانا هرجع هنا، معايا حلين. الحل الاول ان انا ارسمها هنا في الالستريتور او في الفوتوشوب، او اني انا اسلكت اللاير وهي كده كده معايا في الاي اي. فانا اقدر بسهولة، يعني مش بتفتح اهيت. فانا اقدر بسهولة اني انا اجي هنا. طيب، ده هو كمان في ماسك، يعني في ماسك على الايد. فانا ممكن ارجع من هنا وادوس ان جروب. انا بحاول ادخلكم في بروسيس الصوره، لو حاسين ان ده ممكن تبقى حاجه رخمه يا ريت تقولوا لي بحيث بعد كده ابقى جاهز الصوره من الاساس. طيب، نيجي هنا نلاقي الايد كملت معانا، وهدوس كنترول اس، اقفل افتح، بس هلاقي الايد كملت معايا بالشكل ده. انا كده تمام. طيب، نفتح بقى المحتوى ونبدأ نحط العنوان بتاعنا ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. معلش، الوورد بقاله كتير ما تفتحش. طيب، اهو انا عندي هنا القهوة السعودية، رمز الكرم وعراقة الضيوف. وزي ما قلنا مثلا جملة ان القهوة السعودية دي مهمة او كده، فانا هعتمد عليها تبقى هي عنصر اساسي معايا او جملة اساسية. بحكم انها تعريف، ومثلا الفايل ده كان عامل قهوة، فانا هاخد الجملة واكبرها. طيب، الخطوط احنا بنختارها على اي اساس؟ ان شاء الله ممكن نبقى نعمل فيديو مخصوص عنها. بس انا في ملف زي ده، فانا ببص على الخطوط المستخدمه، بحاول ان انا اوصل لنوع الخط المستخدم. ما وصلتش بحاول ان انا استخدم خط قريب منه. طيب، فانا ابدا ان انا اشوف ممكن استخدم ايه. انا عندي في خطوط دايما بشتغل بيها بحكم شغلي. يعني الفونت ده بصراحه اكسبو عربي انا بحبه جدا. اتش تي ماستر برو من الفونتات الكويسه جدا. كان في حد الفيديو اللي فات قال لي ان هو محتاج الفونتات او كده. للاسف الخطوط دي بتكون مدفوعه، فاللي مش مدفوع فيهم هقدر يعني هنزله لكم، لكن المدفوع مش هقدر. الفونت هنا مش هيكون مناسب معايا في تكتشرز كتير وحاجات. فانا عشان برضو وقت الفيديو، فانا هختار الملك بتاعنا اكسبو عربي، اشتغل بيه. وهقسم العنوان على سطرين، اشيل كل الكشيدة اللي موجودة في الياء. وممكن
تمام. هختار لون الخلفية دي، شكله حلو، وسع الدنيا شوية و ماشي. طيب بعد كده عندي رمز الكرم وعراقة الضيافة. طيب انا عندي ده كان كام؟ 99، فانا ممكن اكبره شوية، دي مثلا 102. واجي هنا رمز الكرم وعراقة الضيافة. طبعا انا طلعت الالوان اوريدي، انا برضو عايز اخلق يكون في تناغم وتنوع في الالوان، فهي هستخدم اللون ده. طبعا ده عنوان وده عنوان ثانوي، فطبعا يبقى ده ميديوم اكيد، والخط طبعا مش هيبقى 100، فانا ممكن اخليه 60 مثلا. 60 حلو. طيب وهقسم الكلام على سطرين، نقلل المسافة بين السطور او الليدنج بتاعنا. و طيب اول حاجة انا هعملها هنا بقى ان انا هشد جريد، بحيث يبقى هو ده الجايد بتاعي اللي انا مش هخرج على اساسه. وفي الحالة دي برضو ممكن اشد جريد تاني وبعد كده امسحه مثلا، اللي هو هنا، او انا مش محتاج اضيفه، هما مظبوطين. ممكن ده بس يجي يمين سنة، وهقول رمز الكرم وعراقة الضيافة. طيب بس ممكن ارفع ده عن ده شوية، بحيث تبقى الكتلة بتاعتي موزونة. طيب فيو برزنتيشن مود، انا عايز اشوف الدنيا. انا حاسس ان ايدي شمال شويه، فمحتاجه تيجي يمين اكتر، والتكست بتاعي محتاج ينزل بالشكل ده. وممكن ارفع الايد دي شويه، خلينا نشوف الشكل. انا تمام. حاسس بس ان الكيرف وهو نازل ممكن يبقى احسن. طيب انا كده شايف ان الدنيا كويسه، والكتل بتاعتي تمام. طيب انا عايز برضو وانا شغال بحب ان انا انضف الدنيا حواليا، فانا برضو هعمل تاني 1080 في 1920، وهسلكت وهعمل كليبنج ماسك للجزء ده. ميك كليبنج ماسك، خلاص انا كده قفلتها. انا ده هيفضل يتحرك معايا وهيقرفني، فانا هعمل له لوك عشان ابدا ايه اوزع او انظم المحتوى اللي انا هشتغل بيه. طيب عندي بعد كده عنوان تاني رئيسي، القهوة بين الاجيال. هاخد نفس التكست ده، تين تين. حاسس ان الاورنج لأ، فخلونا نرجع تاني للملف. اصفر. اصفر. فانا عندي اصفر هنا اهوت، فممكن اخد الدرجة دي. حلو، تحفة تحفة. تسلم ايدي. طيب عندنا هو ممكن نخليها، احنا عندنا ده 100، وده يعتبر ده العنوان الاساسي، ده العنوان الفرعي، ده عنوان فقرة. فانا ممكن اخليها نص الرقم ده، فممكن اخليها 50، أو ممكن تبقى 50. هسلكت تبقى في سنتر الديزاين بتاعي. طيب عندي هنا بقى انا اكتشفت حاجة، فانا محتاج اجيب ده سنة يمين. تمام، عشان ده هيبقى الجايد بتاعي. خلاص كده انا كله بيسلم بعضه، يعني هو كله على جايد واحد. فانا ممكن هجيبه سنة يمين تاني، بس مش اكتر من كده. ممكن اكبر الايد سنة صغيرة واطلعها فوق شوية. ممكن نرجع تاني للبيس دي. حاسس ان انا ممكن اوزع ال الشجر ده شوية. هو دوت. طيب انا طبعا اي ماسكات عشان احركها والماسك بتاعي ما يبص، فانا بسلكت الايه الصورة، وبسيب الماسك ثواني. فلو جيت حركت فخلاص هو تمام. فانا بس ايه هطلع بيه بره شوية بالشكل ده، وهدوس اوكي كنترول اس. انا عندي برضو مشكلة تانية صراحة، خلينا نشتغل صح. ايه هي المشكلة؟ ان انا عندي القص بتاع الصباع مش جاي مظبوط، فاللي هو ده. تمام. فانا هرجع تاني اقص الصباع عشان خاطر الشكل يبقى كويس.
ونرجع نكمل الفيديو. طيب احنا رجعنا تاني، رجعنا على القص، ظبطنا الضفر هنا، وكنترول اس. بس السنتي ده فرق معايا شوية. انا مقتنع بكده. طيب كده تمام. انا خلاص، انا ده هيبقى الجريد بتاعي اللي انا همشي عليه. يبقى انا اصبح اي عنوان معايا او اي فقرة هتكون ايه في النطاق ده. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي ارقام، وتحت كل عنوان فقرة. تمام. طيب اما باجي بيبقى عندي تلات حاجات زي كده، او باراجراف مكون من تلات حتت. فانا لما باجي اختار او الاقي اوت، بلاقي اوت على اكبر باراجراف فيهم اللي هو ده، اكبر عدد كلمات واكبر نص. فانا هاخد الاول الرقم، وهاخد ده كوبي، وهحط ارقام طبعا هخليها آه، الهندي او الانجليزي، ايا كان انت بتسميها ايه. اصفر معايا هيبقى مزعج. خلينا نجرب اورنج. بس الابيض ده حلو جدا. طيب الرقم صغير، والرقم انا بشوفه ان هو حاجة مهمة جدا يعني. فحاسس ان احنا ممكن نكبره بس سنة. تمام. او سنتين تلاتة. ممكن اخليها 70 وليكن. 70 كويس، بس ممكن اديها 75 كمان. نشوف لو احتاج ان احنا نصغره ممكن اصغره. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي الفقرة اللي تحتها 36% من اجيال كذا 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 كذا. طيب هاجي هنا، هاخد ده كده وهحطه تحتيه. طيب قبل الخطوة دي، النقطة بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها. فأنا هاجي هنا عشان أبقى عارف الجايدز بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. هاجي هنا كده، خلاص أنا عارف إن أنا مش هتحرك بره الجايد ده. وهدوس Object Pass Split into Grid، وبريفيو، وكولم. هزود كولم وهحط الجتر. أنا ممكن شايف، لا ده كده كتير. ممكن يبقى كده كويس. مفيش نسبة معينة للجتر على حسب ما انت عايز يعني. طيب انا مش عارف الصراحة هحط شيب ولا لا، بس انا مش بحب او مش بفضل الشيب. فانا هحاول ان انا هشد ريدز على ده، وهمسح الشيبس. طيب يبقى انا عندي دي ايه؟ دي المساحة اللي انا بتحرك فيها او اللي انا بلعب فيها. طيب ال ال ممكن تبقى عبارة عن ايه التكست. انا ممكن اصغر كده، ممكن يبقى كويس. اديله نفس اللون، حلو جدا. وابدا ان انا، طيب ممكن اعتمد على كده. تمام تمام تعزز. حاسس لا، ممكن لايت. اطلع بالقهوة فوق. تمام. طيب انا حاسس ان كده ممكن يبقى تمام. هزود كشيدة. يا كشيدة. طيب كشيدة. ممكن ازود السبيسنج شوية. وخلاص انا كده ممكن اكون تمام هنا. هنحط باقي التكست بنفس الطريقة بالظبط، وهنكمل. كوبي. تمام. انا بحاول ان انا بس يعني ممكن ابقى اقص الحتة دي في الايديت.
فلو انت جيت هنا ممكن تجري، معلش. طيب، ناقص عندي حاجة أخيرة ألا وهي موضوع الأرقام. أنا عندي 30 28. فأنا هاجي هنا وأقول 30، وأجي هنا أقول 28 بالشكل ده. خلينا ندوس فيو برزنتيشن مود. حاسس إن الدنيا متداخلة شويتين تلاتة في بعض. فأنا في الحالة دي هسلكت كده كده. ممكن أصغر تاني، وهاخد ده بالشكل ده، وهاخد ده بالشكل ده. تقولي طب واللي في النص؟ اقول لك اللي في النص كده كده انا هلاقي اوت في النص، فتمام. تيجي تقول لي طيب هو مش، طب ما في جريد احنا حاطينه. معنى الجريد كنت حاطه بسكتش عليه، او بشوف الدنيا ممكن تبقى شكلها عامل ازاي معايا. ففيو برزنتيشن مود، تحس كده ان الدنيا ممكن تكون اهدى نوعا ما. طيب سيلكت كله مع بعضه. خلينا نشوف الفاينل ريزلت في النهاية هتكون شكلها عامل ازاي. طيب خلاص، هو كده alignment. هرجع بقى بعد كده، عندي ايه؟ عندي البعد الاقتصادي وعندي الفوائد الصحية للقهوة. خلينا نبدأ بالفوائد الصحية للقهوة، بس ان هي معلومة مهمة. فهاخد نفس التكست، طبعا ده عنوان المهم او عنوان الفقرة الأساسية والرئيسية معايا. فده هياخد عنوان أقل أو حجم أقل، فممكن أديله 35. حلو جدا جدا جدا، هو جاي alignment أصلا. و هانجروب بس عشان أكوبي ده، وهاخد نفس ده وهحط. خلينا نلغي البودت وناخد كوبي ونرجع هنا، لان هي هنزود كشيدة بحيث ان احنا نلاقي اوت مع بعض. تمام، دي كده الفوائد الصحية للقهوة. وهاخد نفس الفقرة معايا بتاعة البعد الاقتصادي، هو باراجراف. فهاخد كوبي البعد الاقتصادي وكوبي تاني آه وهاجي ادوس بيست. تمام. طيب ممكن اكسر الجريد تاني. انا يعني بحب بصراحة ان انا اكسر الجريد، ما بحبش التزم بيه طالما حاسس ان الشكل معايا ممكن يكون كويس. فانا هكسر الجريد ده تاني. طيب عندي انا من ضمن الحاجات اللي احنا طلعناها آه كانت الشخص ده، فانا ممكن استخدمه اصلا. مش عارف هيكون لي مكان ولا لا، بس انا حسيت ان انا ممكن. تحفة. فانا ممكن هاجي هنا شوية، وهشد شرطة صغيرة، هلون اصفر، هشد نفس الباراجراف، وهروح للختام بتاعي. طيب انا زي ما اتفقنا الارقام كلها هتبقى كون هندي. هاخد دي تحت 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 تحت. طيب هاجي هنا كده. طيب بشوف ناس بتعمل حاجة ان الكشيدة لما بتيجي تضيفها بتضيفها كلها في جملة واحدة، وده مش صح. صح، لو انا بضيف كشيدة انا بضيفها في اخر حرف، وبحاول ان انا اضيفها في كذا حتة، ما تبقاش في حتة واحدة. طيب انا برضو عندي هنا مشكلة قبل ما الاقي اوت دي. ايه هي المشكلة بتاعتي؟ انا ده تمام، بس انا الجزء اللي تحت عندي مش تمام. فهحاول ان انا اكبر. طيب انجروب مثلا. مش عارف الشكل عامل ايه الصراحة.
لا. طيب انا الشكل معايا بايظ، فانا ممكن ارسمه. آه هاجي هنا كده مثلا، انشاس يا واحدة. لا انا مش عايز ارسمه، لاني انا عشان ارسمه فانا هضطر ارسم الجزء اللي تحت دوت، واضطر اكمل اللاين ده، فانا مش هرسمه. هدوس بس كنترول زد عشان خاطر اقدر ارجع للفيجوال اللي هو مقفول. وممكن اكبر ده شوية بالشكل ده، وارفعه فوق، اكبر سنة بسيطة. وهاجي هنا الاينمنت على الشمال. بس انا بالنسبة لي تمام. فممكن اجي هنا بقى اضم ده شوية، وممكن اجي هنا اشده هو بره شوية بالشكل ده. هرجع ده تاني عشان السبيسنج بتاعي يبقى احسن او الطف. وهاجي على ده كله انا هاخده من جديد عشان خاطر هبدأ خلاص. انا بالنسبة لي كده تمام. هاجي هنا هي رمز كرم منذ العربية مكة من، بس كده تمام قوي. وهاجي هنا ابدأ ان انا ازود كشيدة. طيب خلينا نشوف مع بعض. برزنتيشن مود لذيذ جدا. الهدف من التاسك ده او الهدف من الفيديو ده، ان انت ممكن تمشي او تفهم الاستراكشر، ان الموضوع ما هوش حاجة ثابتة انت بتتحرك بيها، او الجريدز اللي انت بتشدها هي حاجة بتقيدك. عادي ان انت تتحرك فيها، وعادي ان انت تغير فيها وتلعب فيها. يعني الشكل معاك برضو هيطلع كويس. انا هنا ببساطة كنت ممكن ببساطة شديدة يعني اقدر ان انا ارجع اظبط ده هنا في اللي اوت. فلو جينا بصينا عليها ممكن يبقى الشكل كويس، شكل مرتب اكتر. بس عادي انا ممكن اكسر ده او ممكن اغير ده براحتي بما يتناسب معايا. جربنا ان احنا نشتغل بكذا حاجه مع بعض، جربنا ان احنا نحط صورتين حجمهم كبير ونشوف مع نظام التكست هيبقى الشكل عامل ازاي. ده كان فيديو النهارده، وبشكركم جدا. وسلام عليكم.